السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة أخبار أونلاين. بيان الداخلية السعودية عن رخصة الإقامة والتنقل بها في المملكة للوافد والتابعين له بالمملكة. إليكم التفاصيل. متابعينا لأول مرة ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تنسوا دعمنا بلايك نستمر في نشر كل جديد إليكم. أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بعض الضوابط للتعامل مع الوافدين والمقيمين أثناء وجودهم بالمملكة في الحملات الأمنية، وهي: يجب على صاحب العمل تسليم رخصة الإقامة للوافد المقيم حتى يتمكن من التنقل بها داخل مدن المملكة التي يعمل بها. كما يجب على صاحب العمل أن يحفظ رخصة الإقامة عند سفر الوافد بتأشيرة خروج وعودة، وعند عودته تسلم له رخصة الإقامة. أما في حال المغادرة النهائية فتسلم رخصة الإقامة لإدارة الجوازات وترفق مع الاستمارة الخاصة بطلب تأشيرة الخروج النهائي. كما يلزم إشعار أقرب إدارة جوازات أو شرطة في الأماكن التي لا يوجد بها إدارة للجوازات فور فقدان رخصة الإقامة أو جواز السفر، وذلك خلال مدة لا تزيد عن 24 ساعة من فقدها، ويجازى كل من يخالف ذلك بموجب أحكام النظام. كما يجب مراجعة إدارة الجوازات لتجديد رخصة الإقامة أو تأشيرة الدخول قبل 3 أيام على الأقل من انتهائها، ومن يخالف ذلك دون عذر شرعي ولم ترى الجهة المختصة مانعا من تجديد مدة إقامته يغرم بدفع رسوم الإقامة مضاعفة للمرة الأولى، فإذا تكرر منه ذلك يضاعف عليه الجزاء، وفي المرة الثالثة يبعد عن البلاد وفق أحكام النظام. كما تشمل رخصة رب الأسرة زوجته أو زوجاته وأولاده الذين لم يتجاوزوا 18 من العمر. أما من يبلغ من أبنائه 18 ذكورا أو إناثا فيمنحون رخصة إقامة مستقلة برسمها المقرر نظاما وبموجب جواز سفر خاص من حكومة بلادهم. كما يجب على كل وافد مقيم خلال مدة إقامته بالمملكة أن يقدم متى ما طلب منه لرجال الجوازات رخصة إقامته حتى لا يعرض نفسه للعقوبة النظامية، وذلك لأهمية رخصة الإقامة في إثبات هويته ومشروعية إقامته. كما أوضحت أنه يجب على كل وافد مقيم بالمملكة عدم السماح لمرافقيه بالعمل بأجر أو من دون أجر قبل موافقة الجهة المختصة حتى لا يعرض نفسه للعقوبات المقررة نظاما.